السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. وبدل ما اطول عليكم ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بأحلى لايك وكومنت محفز، ويلا بينا. وكل السيوف بتكون داخله بسرعة رهيبة، وفجأة بيظهر وحش مكانه وبيكون هو كمان عمال بيتعذب بسبب ضغط سيوف، وعلى طول بينط وبيبدأ اللي هو يحمي نفسه من كل حاجة. وفجأة كل حاجة بترجع لطبيعتها والشيو بيرجع للعالم العادي، وبيكون مرمي على الشط وفي سمكة عمالة بتعضعض في ايده، وهو بيفتح عينه أخيرا وبيفوق، وبيكون حواليه سمك كتير وبيكون في سمكة هتاكله، إنما على طول جبينه بينور وبيطلع منه سيف، وهو بيقدر اللي هو يقطع السمكة دي لنصين بضربة واحدة. وبيقول كويس اللي انا بعت السمكة الغبية دي عني، وبيقول يبقى هي دي بقى قوته الروحية، عبارة ان انا اقدر ان انا اطلع سيف مكسور من دماغي. بس السيف ده ليه مكسور؟ وبيقول ده قصير قوي، مش هقدر ان انا استفاد بيه اي حاجة وهو بالطول ده. السيف ده هيكون وحش جدا. انا فعلا حظي وحش جدا، مش بس عشان طلع لي سيف مكسور، كمان عشان كان في سمكة من شوية هتاكلني وعضتني. مش هي كانت عايزة تاكلني؟ خلاص يبقى معاملة بالمثل. وبيقعد وبيشويها. دلوقتي بقى انا اللي هاكلها، وبيبدأ اللي هو ياكل فيها. انما فجأة بيتف حاجة وبيقول ايه ده؟ السمكة دي كان فيها جوهرة كريستالية، انما الشمس دلوقتي حامية قوي، ما حد يطفيها. انما فجأة بيفتكر وبيقول صحيح ده التقييم هيبدأ النهاردة، ده هيبدأ خلاص بعد شوية، انا لازم اروح حالا للأكاديمية، انا فعلا متأخر قوي. وبعد كده بنروح على الأكاديمية وبيكون في فرق كتير، وهو اول ما بيوصل بيلاقي فرقته كلها موجودة، وبيقول لهم انا اسف علشان اتأخرت. ودي بيقول له خلاص يا عم انت دلوقتي بقت مشهور قوي، فخلاص بقى كبرت وعديت وهتدوس علينا. فهو بيطلع له لسانه وبيقول له انا خلاص دلوقتي بقت مشهور بعد ما هزمت زيو، بس لحد دلوقتي انا مش عارف مين اللي أنا ممكن اضمه للفريق لينا عشان نبقى خمسة. بقى في ناس كتير عايزة قوي اللي هي تنضم لنا، بس انا مش عارف مين الاحسن فيهم. وبيجي فجأة هنغ من وراه وبيقول له انا عندي واحد ممكن اللي انت تضمه ويحل لك المشكلة دي. فالشيو بيقول له وانت مش اصلا طالب داخلي وما تقدرش اللي انت تشارك في الاختبار ده؟ فهنغ بيقول له انا ما بتكلمش على نفسي، انا بتكلم على اخويا الصغير زيون. وزيون بيطلع لاخوه بيقول وانا يا اخويا مش لو مشيت مع حبة العيال دول ده هيقلل من قيمتي؟ والشيو بيقول واضح ان زيون زي اخوه هيطلع عينينا لو اخدناه، ده لدرجة اللي هو حتى مش عايز ينضم لنا. وليو بيقول انت قائد الصف التالت صح؟ المشهور باللي انت اصغر عبقري موجود في الاكاديمية. وهنري بيقول هو فعلا عبقري، بس هو لسه محتاج ان الطلاب الاكبر منه يدوله شوية نصايح علشان هو لسه خبرته قليلة. فزيون بيقول روح الولد ده لسه مش مستقر، واضح اللي هو لسه مخترق لمرحلة اليانج من قريب. انا الفريق اللي فات كان احسن منهم بكتير، مش كان احسن ان انا افضل معاهم؟ فهنغ بيقوم يضربه ويقول له طب اخرس بقى وقف البوك ده شوية، انت فريقك اللي انت فرحان بيه مجرد شوية عيال. ودي بيروح لشاو وبيقول له ده انت غامض قوي يا عم الشاو، ورحت لمرحلة اليانج وما قلتش لحد في كام يوم بس؟ ده انت لسه من 5 ايام كنت معانا وكنت في مرحلة التشي. والشاو بيقول انا دلوقتي بقيت متفاهم الوضع ده اصغر عبقري موجود في الصف الثالث، وممكن اللي هو يكون طالب داخلي دلوقتي، انا موافق اللي انت تنضم لنا. وبيجي يقبله فزيون بيقعد يقول لا لا ما تقبلنيش يا عم انت. وهنغ بيقول له كويس جدا اللي انت قبلته. وزيون بيكون مصدوم اللي هو اتقبل. وهنغ بيقول له احسن لك اللي انت تسمع كلام القائد بتاعك، يا اما هاجي وهوريك حاجه مش هتعجبك. والناس بتقول له بصوا ده فريق زو هناك، هم لحقوا اللي هم يتشافوا؟ انا سمعت اللي هم دخلوا حرب قويه من كام يوم، ازاي لحقوا اللي هم يتعالجوا بالسرعه دي؟ وبيكونوا بيتكلموا على فريق زيو وبيقولوا احنا متوقعناش اللي احنا نشوفهم دلوقتي بعد المعركه دي. وبيبان اللي هم ضموا واحد تاني لفرقتهم. وزيون بيقول انا متوقعتش ان زيو هيقدر اللي هو يضم واحد تاني لفرقته بالسرعه دي. صحيح انا سمعت ان الولد ده مش قوي بس ده كمان منحرف، ودلوقتي بعد ما انضم لفريق زيون فده فعلا ممكن اللي هو يمثل لنا خطر. فالشاو بيقول له ومع ذلك هنقدر ان احنا نتغلب عليه ما تقلقش، ومش هنحس باي صعوبات زي ما عملنا المره اللي فاتت، هنقدر ان احنا نعملها تاني. وعموما هم داخلين دلوقتي ومش بيعملوا اي حاجه، وده بيخلينا احس بشويه قلق، بس مش فارقه. وهنغ بيقول واضح ان عائله زيو اديتهم علاج قوي جدا، وعشان كده قدروا اللي هم يتعرفوا بسرعه ويرجعوا له هنا بعد الاصابات الكبيره اللي اخدوها. وزيو بيقول انا عايز دلوقتي اللي انا استنى بس عقبال ما يبدا الاختبار عشان اعرف اقتلك يا شياو. استنى وانت اللي هتموت، فاستنى بس عقبال ما المسابقه تبدا. والناس بتقول التقييم خلاص هيبدا قريب، والناس بتقول الشيوخ هي بدات اللي هي توصل، بس احنا لسه مش عارفين مين الشيوخ اللي هتكون مسؤوله عن التقييم السنه دي. وبيظهر شيخين باجنحه كبار، وفي شيخ بيجي وبيقول ايها الطلاب انا هكون الشيخ المسؤول عن التقييم السنه دي، والنهارده اشرح لكم القواعد. عدد اللي تقدموا للتقييم السنه
السنة دي 2078 بس عدد اللي هينجحوا هم 300 واحد بس، والاتنين اللي وراه بيكونوا متعصبين وبيقولوا في نفسهم وبدأ اللي هو يشرح القواعد من غير ما يقدمنا للناس وسيبنا كام متعلقين كأنها دباديب، والطلاب بيكونوا فرحانين وبيقولوا نسبة القبول أقل من 15%. ده كويس جدا، السنة اللي فاتت كانت أقل من 4%. والتقييم بتاع السنة دي هيكون البحث عن المعادن، ويوم بتكون موجودة وبتقول أنا مش عاوز إلا أنا أعمل الشغلانة دي هتلاقيها مقرفة جدا. وقت التقييم هيكون شهر واحد بس، وأحجار الهالة الحمراء تستخدم كمعيار ومفيش قواعد. كل المطلوب منكم اللي انتوا تحافظوا على حياتكم والأحجار اللي معاكم. واحنا دلوقتي هندي لكل قائد فريق فيكم بوصلة روحية، وانتوا اللي لازم تعرفوا ازاي بتشتغل مع نفسكم. وبطاقة اليشم اللي معاكم عندها خاصية نقل الذاتي، أول ما تتدمر هنعرف. اوعوا تخلوا خصومكم اللي هم يدمروا البطاقات بتاعتكم علشان ما تخسروش أحسن لكم. واللي أول 10 فرق هينجحوا وهيكونوا في المراكز الأولى هيقدروا اللي هم يقروا كتاب سرية للفنون القتالية. وكل الطلاب بيتحمسوا وبيقولوا الفنون القتالية دي حاجة كويسة جدا، كل المطلوب ان احنا بس نكون من اول 10 ونقدر ان احنا نقراه. وزيون بيكون لسه يتكلم انما هانغ بيخليه يخرس، والشيخ بيقول احنا هنديكوا كتاب سري لفنون شوانجي وده مش اي حد هيقدر اللي هو اصلا يقراه، فاكيد الاوائل بس هم اللي هيكونوا اقوياء يقدروا اللي هم يستحملوا ويقروه. دول اللي بيتدربوا بجد كل يوم بس هم اللي هيستحملوه. فنفس اللي كانوا اتحمسوا من شويه بيحبطوا دلوقتي وبيفتكروا هم فين مقامهم الحقيقي. التقييم هيكون في جبل يوانيو، واحنا هنلف حوالين الجبل وهنحميه تماما ونمنع ان اي حد يخشه، وهتكونوا لوحدكم جوه الجبل. والاتنين اللي معاه بيبداوا اخيرا اللي هم يتحركوا ويعملوا اي منظر، وكل واحد فيهم بيعمل تعويذه. كله دلوقتي يخش للمصفوفه دي وهي هتنقلكم للجبل بشكل تلقائي. والشاو بيبص لها وهو متحمس وبيقول يلا هي دي البدايه بتاعتنا. وعند الجبل بيتفعل الانتقال وكلهم بيوصلوا، شيا ويانغ ودي وليو وزيون كلهم بيوصلوا مع بعض، والفريق كله بيكون موجود. وهم بيقولوا هو ده الجبل، احنا فعلا وصلنا بسرعه جدا. ويانغ وزيان الاتنين بيكونوا مصدومين وبيقولوا الانتقال اللي حصل ده فعلا سريع وحلو جدا، المصفوفه دي فعلا قويه، بس واضح ان هي فعلا تحتاج ناس على الاقل في عالم التشين عشان يقدروا اللي هم يبعتونا لهنا احنا الخمسه مع بعض وبقيه الناس بشكل عشوائي لاماكن تانية في الجبل. ويانغ بيقول واضح ان الكل انفصل من الاول عشان يمنعوا القتالات عن بعض، وكل الناس تم نقلهم لاماكن متفرقه. ودي بيقول يلا يا قائد لازم اللي احنا نبدا نتحرك بسرعه ونروح لمكان ونبدا ندور على الاحجار اللي احنا محتاجينها قبل ما كلها تتسرق. فالشياو بيقول له ايه ده شويه البوصله دي شكلها مش شغاله ما اتحركتش من ساعه ما وصلنا. فدي بيقول له ايه هو كان في حد عايز اللي هو يخدعنا وادانا بوصله بايظه؟ واليون بيقول طب خليه كده اللي انا اشوفها ممكن اعرف اصلحها. وزيون العاقل الوحيد اللي فيهم ربنا يحميه بيقول انتوا اغبياء جدا ما قدرتوش اللي انتوا تفهموا التلميح اللي هو قاله. وينغي بيقول استنوا يا جماعه خلوني اللي انا احلها، وبيحط شويه طاقه في ايده وبيحطها في البوصله بمنتهى السهوله، والبوصله بتبدا اللي هي تتفاعل وتتحرك. ودي بيقول هو ازاي العنصر ده بيتحرك كده؟ فينغي بيقول له دي بوصله للمعادن الروحيه فبتشاور على احسن المعادن الروحيه الموجوده تحت الارض. واليون بيقول دي وقفت. والشياو بيقول يبقى يلا بينا لازم اللي احنا نتحرك حالا. وبيوصلوا للمكان اللي شاورت لهم البوصله وكلهم بيبداوا اللي هم يلفوا حوالين الشجره ويقطفوا منها. والشياو بيقول يلا بسرعه كلكم جماعه قد ما تقدروا. انما الشياو فجاه بياخد باله من حاجه، ودي بيقول يلا يا جماعه خلونا اللي احنا ناكل بسرعه ونهزم الناس اللي هنا. فينغي بيقول في ناس تانيين جايين لهنا. والشياو بيقول ايوه انا فعلا حاسس بيهم، هم على بعد حوالي 3 ميل، خلونا بسرعه كلنا اللي احنا نستخبى. وكلهم بسرعه بيتحركوا وبيسيبوا زيون لوحده، وهو بيقول لهم في شويه ناس جايين لهنا ما تخلونا اللي احنا نقتلهم، ليه نستخبى كده؟ فينغي بيقول هو انت عارف قد ايه عدد الناس اللي هتيجي لهنا؟ احنا ما عندناش طاقه كتير نضيعها مع كل الناس، لازم اللي احنا نتفادى القتالات على قد ما نقدر، يا اما كده طاقتنا هتخلص وهنبقى فريسه سهله. وكلهم بيقعدوا يقولوا له نفس الكلام. والشياو بيقوم وبيقول له انا عارف ان انت ما كنتش عايز اللي انت تبقى معانا، بس افتكر اللي قاله لك اخوك قبل ما تخش لهنا معانا. وهو بيتعصب وبيقول انت بتتجرأ ان انت تهددني باخويا؟ وبينط وبيستخبى هو كمان معاهم وبيقول ماشي انا هستخبى وبعد كده نشوف ايه اللي هيحصل. وبيستخبى جوه الشجره وفي 5 بيوصلوا وبيقولوا البوصله جابتنا لهنا، وبيقولوا يلا ده في هنا كتير قوي خلونا اللي احنا نجمع على قد ما نقدر. انما اول ما بيشوفوا الشجره بيقولوا ايه ده هي ناقصه شويه ولا ايه؟ وفي واحد فيهم بيقلق وبيقول انا مش حاسس ان الاحساس ده حلو. اول ما بيبص فوقه بيلاقي الناس ما كانش يتمنى اللي هو يشوفهم دلوقتي، عملوا الاسود اللي في الدنيا ويقعدوا اللي هم يضربوا فيهم وهم يقولوا طب ما تضربوش بس في الوش. وواحد فيهم بيقول مش انت الشاو، انت ازاي اصلا شغال مع فريق؟ انت المفروض ان انت عدو للكل، ما تقتلناش ارجوك، وانت اصلا عمال بتعمل لنا كماين، دي مش طريقه شريفه علشان تنتصر. فالشاو
بيقول له دي اسهل طريقه علشان ننتصر، وهو ده المطلوب من غير اي مجهود. وهو بيقول هو انت فاكر ان احنا ما نقدرش ان احنا نقتلكم؟ احنا نقدر ان احنا نقتلكم وكمان نقطعكم لحتت بعد ما نهزمكم، بس الموضوع كله اللي احنا عايزين بس نوفر طاقتنا. فهو بيقول له يا قائد خلينا دلوقتي اللي احنا نقتلهم، لو في اي حد يجي لي هنا وهم عملوا اي صدفه هتكون مشكله. ففي واحد فيهم بتجيله نوبه عصبيه وبيقعد يقول لا ما تقتلنيش انا لسه صغير مش عايز الا انا اموت، في حاجات كتير لسه ما عملتهاش. فشياو بياخد دور الشيطان وبيقول طب يلا قبل ما تخافوا كادوني كل الممتلكات اللي معاكم. وهو اصلا ما بيسميش عليهم وبينط عليهم ويقعد يضرب فيهم وياخد كل حاجه معاهم. وزيون بيقول لا هو مش عامل شرير، هو فعلا مجرد شرير، وبياخد كل الاحجار اللي معاهم وبيقول دول فعلا كتير جدا وبيحطهم في كيس وبيديهم لزيون وبيقول له خلي دول معاك، بس انا مش عايز، انما بياخدها غصب عنه. بعد كده بيروح وبيقعد يقطف من على الشجره وبيقول في نفسه وانا ليه عمال بسمع كلام شياو ده، هو في الغالب عشان انت خايف من اخوك ومهزأ بس. وبيروح وبيقول لشياو ما تفتكرش ان انت تعرف كده تقعد تهددني باخويا لفتره طويله وانا افضل اسمع كلامك كده وانا ساكت. فالشياو بيقول له تسمع كلامي ايه وانت ساكت؟ انا كل اللي طلبته منك هي حاجه بسيطه جدا، كل اللي عليك ان انت بس تقعد تقطف شويه حاجات من على الشجر، ما طلبتش منك حاجه كبيره. فهو بيتعصب وبيطلع قوه كبيره وبيقول له انا هوريك، تعالى بقى وقاتلني ولا انت خايف مني؟ فالشياو بيبتسم وبيقول له معلش انا مش فاضي اللي انا اضرب شويه اطفال. وينغي بيقول وكله يجي لهنا بسرعه في حاجه عاوزكم اللي انتوا تشوفوها. وكلهم بيجوا عند حفره وبيقولوا واضح ان احنا لقينا دلوقتي احجار روحيه. والشياو بيبتسم زي الشياطين وبيقول يبقى يلا بقى نشوف هنعمل ايه. وزيون بيقول لا هو مش شرير، ده شيطان، ده شيطان حقيقي. وبيكونوا رابطين الفرقه اللي لقوهم، والفرقه بتكون عماله بتعيط وبتقول انتوا اخدتوا كل الاحجار اللي معانا وكمان ضربتونا، ما تسيبونا بقى اللي احنا نمشي. فالشياو بيقول ان احنا نقعد ندمر الفرق بالطريقه دي فاحنا كده نضمن ان احنا نكون من الاوائل في الاختبار ده. والكل بيكون فرحان. وبعد كده هم بيروحوا بيعملوا عليهم كارت ارهاب، والشياو بيروحوا وبيقول لهم انتوا من النهارده بقيتوا العبيد بتوعنا. ففي واحد فيهم بيقول له امير الشياطين الشرير من فضلك سيبنا ارحمنا. فدي بيقول له ايها الزعيم في هنا 3 اهداف. فزيون بيقول له طب روح جيبهم. والشياو بيروح وبيضربه وبيقول له ما تاخدش دوري انا هنا الزعيم. والشياو بيقول له ال3 اهداف كلهم قويين ولا لا؟ وساعتها العبيد بيقولوا احنا لازم اللي احنا نسمع كلامهم يا اما هيقتلونا. وساعتها بيمسكوهم وبيخشوا بيهم الكهف. والشياو بيقول البوصله وقفت خلاص هي شكلها تعطلت كده، انما فجاه في حد بيقول له بص قدامك، وبيكون في 3 جثث مرميين على الارض. وواحد من اللي هم مستعبدونهم بيقول دول من الفصل بتاعنا لازم اروح اطمن عليهم هو ايه اللي حصل لهم. والشياو بيقول له اياك اللي انت تقرب، وبيرمي طوبه ناحيتهم. وساعتها وش واحد فيهم بيبان الرغيف اللي على بقه. والشياو بيقول ده مسموم، هم اتسمموا كلهم، احنا حظنا كويس اللي احنا ما لمسناش ولا واحد فيهم، يا اما كان زمان السم اتنقل لنا، اي حد يلمسهم هيبقى زيهم. والشياو بيقول واضح ان زيو هو اللي عمل كده. فزيون بيقول اكيد باستخدام مهاره السم بتاعته. انا بجد مش قادر اللي انا افهمه، هو عمال بيقتل الناس بس علشان يتسلى ولا ايه؟ ده مجرد اختبار غبي ازاي يقتل حد علشانه. والشياو بيقول اللقطاء دول بجد عايشين زيهم زي الزباله، وبيكون متعصب. ودي بيقول دول مجرد فرقه وحوش، احنا لازم اول ما نشوفهم نقتلهم كلهم. والشياو بيقول المكان هنا مليان بالاحجار الروحيه الثمينه، وعشان كده ممكن يكون فيه فخاخ كتير هنا وناس كتير مستخبيه، لازم اللي هتحرك بحذر شديد. ولازم تفتكروا على طول ان زيو ده مجرد وحش فاوعى حد يأمن له. وكلهم بيقولوا له مفهوم. وفجأة في حد بيقول شياو من بعيد، والشياو بيقول هو في ايه من اللي بينده؟ وده دي بيقول له بص. ولما بيبص بيلاقوا ضوء عالي جدا في السماء، وبيبان عدد كبير جدا من الجثث موجودة، وكلهم بيترعبوا من المنظر ده. وليو بيقول دول قتلوا كتير قوي، قتلوا اكتر من اللي ينفع اللي احنا نعديه، زيو انا اللي هقتلك. وزيون برضه بيكون متعصب جدا وبيقول انا لازم اللي انضف الاكاديميه من امثالك. والشياو بيقرب من واحد فيهم وبيقول كل اللي هنا ميتين، بس هو ازاي قدر اللي هو يجمع كل الطلاب دول هنا ويكونوا ميتين بطريقه بشعه زي كده؟ لحظه واحده، ده مش باين اللي هم ميتين بسبب انسان؟ كله ياخد باله الاوغاد دول بيقتلوا عن طريق وحوش. وكله بيسكت. وزيون بيقول ازاي يعني؟ ما الجثه اللي احنا شفناها كان باين اللي هي ميته بالسم. لا السم ده مختلف عن سم زيون. على حسب معلوماتي انا عارف ان زيو بيعرف اللي هو يعمل انواع كتير من السم، بس مع ذلك مش هيقدر اللي هو يعمل النوع ده. زائد اللي انت لازم تاخد بالك ان في شعر بيطلع مكان الجرح، وده لازم اللي هو يخرج من الجسم، ما ينفعش حد اللي يعمله. فبالتالي السم ده بيطلع من الوحوش مش بيطلع من البني ادمين. والناس دول كلهم ميتين، وباين ان الجروح بتاعهم جايه عن طريق وحش مفترس زي مثلا اسد او نمر. واليوم بيقول كله يجي لهنا بسرعه، في حاجه لازم اللي انتوا تشوفوها. والشياو اول ما بيجي
بيشوفها بيقول الرملة دي ناعمة جدا، ده معناه ان هم لسه ماشيين من هنا وان هي لسه محفورة. هم تقريبا كانوا بيدوروا على احجار هنا، انما ساعتها الوحوش هجمتهم. فالشو بيقول لا في حاجة غلط، الحاجات دي محفورة بالحفار الطبيعي، والوحوش مش هتستنى عقبال ما حد يجي لهنا ويبدأ اللي هو يحفر وبعد كده تهاجمه. دي مش حفرة عادية، الحفرة دي في حاجة تانية هي اللي عملتها. فزيون بيقول له يعني انت عايز اللي انت توصل لايه؟ فالشاو بيحط ايده في الحفرة وبيقول في حاجة هي اللي مسكت المجرفة دي. فزيون بيقول له هو مرعوب، ده مش وقت الهزار، انت عايز تفهمنا ان الوحش اللي قتلهم موجود تحت الارض؟ ودي بيقول له اهدى شوية، بلاش اللي انت تكون خايف كده، انا موجود واقدر ان انا احميك. لا انا مش خايف. والشاو بيقول يلا بسرعة كل اللي هو يجهز، احنا هنبدأ دلوقتي. كله يجهز. يانغ، ليون، انتوا الاتنين مسؤولين اللي انتوا تحمونا من الجوانب دي. زيون، انتوا الاتنين مسؤولين ان الوحش اول ما يقع تقتلوه. وانتوا مسؤولين اللي انتوا تحاولوا تقتلوا اي حاجة تانية تظهر وتعطلوا عقبال ما احنا نوصل. حاضر. وكله يجهز. والشاو على طول بيطلع ايده، واول ما بيطلعها الوحش بيظهر ومحدش بيكون فاهمه، وبيكون شبه قرد شيطاني راكب على الجروف. وشاو بيقول ده مش وقت ان اي حد يتخض من شكله، لازم تتعاملوا بسرعة. ودي على طول بيهجم بالهجوم بتاعه، وينغي من الناحية التانية على طول بيستخدم مهارة الفرشة، والاتنين بيهجموا عليه وبيقدروا اللي هم يوقعوا القرد الشيطاني ده من على الجروف. والشاو على طول بينط من وراه وبيقول انا هروح دلوقتي واشوف المخلوق ده، بس ده مش باين اللي هو وحش قوي، ده باين اللي هو جزء من وحش قوي، كله يخلي باله ان في حاجة تانية تظهر. وزيون بيكون مرعوب وبيقوله ولا انا بشوفه ده حقيقي؟ ودي بيقول له ده مش وقت اللي انت تتخض، لازم نتعامل. والشاو بيقول هو لسه عايش، وهو بيزعق فيهم وبيهاجم على طول على الشاو. ودي وزيون الاتنين بيحطوا ايديهم على ودانهم وبيقولوا ده بيعمل هجوم صوتي قوي جدا، احنا مش قادرين اللي احنا نستحمل. والاتنين بيكونوا سادين ودانهم. وزيون بيقول له خلاص كان هموت. انما القرد قبل ما يوصل له الشاو بيقدر اللي هو يحميه بالنار وبيهجم عليه بالتنين. والشاو بيقول له ما تخافش انا دايما موجود. والعمال بيكونوا فرحانين اول ما بيشوفوا ان القرد بدأ اللي هو يتهزم. انما فجأة بيطلع من وراهم قردين كمان، وعلى طول في واحد بيطلع سيفه وبيبدأ اللي هو يدافع عن نفسه. وبيقولوا ده في اكتر من واحد تحت الارض كله يدافع عن نفسه. وفي قرد بيمسك واحد فيهم، وقرد تاني بيقدر اللي هو يجرح واحد ويقتله. واحد بيقعد يقول ساعدوني ارجوكم. انما ليو وينغي الاتنين على طول بيحدفوا عليه هجمات بتقدر اللي هي تقتل القردين دول، وبينزلوا عليهم بوابل من الهجمات بتقدر اللي هي تخلص على القرود دي. وواحد من العمال بيكون اتصاب واتسمم وبيقول انا خلاص كده اتسممت الحقوني. فعلى طول في هجمه ناريه بتنزل على ايده بتقطعها. وشيو بيروح عليه وبيبدا اللي هو يعالج ايده بطاقته وبيقول له انا قللت لك النزيف وبكده السم خلاص ما بقاش جواك. فهو بيقول له شكرا لك علشان انت قطعتها وانقذت حياتي من السم اللي كان فيها. لا انا ما عملتش حاجه، انا دلوقتي قللت لك الالم شويه، كمل انت عالج نفسك. وزيون بيقول ايه ده شيو معاه سيف روح مكسور، انت فعلا عندك روح قتاليه قويه جدا. فالشيو بيبص له وبيقول له انا دلوقتي هوريك عرض وعاوزك اللي انت تتفرج عليه وتتبسط وتفهم ان الروح القتاليه مش هي المعيار الوحيد للقوه. ولو ينغي الاتنين بيروحوا لجثه القرد علشان يشوفوا هو لسه عايش ولا خلاص بقى جثه. وينغي بيقول لا هو خلاص مات، هو واضح اللي هو اتحول بالمنظر ده بسبب البيئه اللي كانت محيطه بيه وعشان هو عايش لفتره طويله تحت الارض. بس لو ده هو وضع فده معناه ان في لسه قردة تانيين موجودين، ايوه تقريبا بنسبه كبيره في عدد كبير من القرود لسه تحت الارض. انما حتى لو الموضوع ده كان مرعب فمحدش هيقدر اللي هو يهزمنا، حتى لو ظهروا على نطاق واسع جدا احنا مع بعض مفيش حد هيهزمنا وهنفضل نتقدم عقبال ما نفوز. وكلهم بيبصوا له وبيكونوا واثقين في كلامه وبيقولوا له طب يلا احنا مستنيين ايه علشان نتحرك. وواحد من العمال بيقول هو انتوا هتمشوا دلوقتي بس احنا مش عايزين اللي احنا نموت لوحدنا، احنا من غيركم بالمنظر ده اكيد هنموت. ودي بيقول هو انت غبي ما تتجرأش اللي انت تطلب من قائدنا حاجه بالاسلوب ده، انتوا اقوياء وتقدروا اللي انتوا تحمونا بس احنا لوحدنا هنموت اكيد اول ما تظهر لنا مجموعه تانية من القرود. لعبه القدر، مش انت كنت من شويه عايز اللي انت تمشي وتسيبهم، دلوقتي بقت بيتحايل عليهم اللي هم يفضلوا جنبك. والشيو بيقول له اللي انتوا تفضلوا معانا او تمشوا الموضوع ده متعلق بيكم، اعملوا اللي انتوا عاوزينه، خلونا اللي احنا دلوقتي نتحرك. واليوم بيقول طول الطريق وانا شم ريحه تعفن الجثث. وينغ بيقولوا في جثث كتيره هنا سواء كانت بشر او جثث وحوش، علشان كانت المنطقه دي زمان في ناس عايشين فيها سواء كانوا بشر او وحوش، وكانوا دايما هما الاتنين بيقتلوا في بعض لحد ما البشر زهقوا وقرروا اللي هما يمشوا من المنطقه دي. وفجاه في صخور بتبدا اللي هي تقع عليهم. والشاو بيقول
بيقول بسرعة كله لازم اللي هو يجري، ده في انهيار ارضي. ودي بيقول احنا موقعنا وحش جدا هنعمل ايه؟ فالشيو بيقول لا، اللي بيحصل ده من صنع حد، في حد هو اللي قاصد يوقع الحجارة دي، وبيكون باين ان في ناس موجودة فوق وعمال بيوقع الحجارة دي، وفي طوبة عملاقة بتكون هتقع على زيون ودي ويانغ واليوم، وكلهم بيقولوا خلاص كده احنا انتهينا، خلاص انتهوا الشهادة يا رجالة. فالشيو بيقول انتوا متخلفين بتعملوا ايه؟ محدش يقف ابدا عن الجري، وبيخليهم اللي هم يكملوا جري بسرعة بدل ما كانوا خلاص هيموتوا كده زي اغبياء. والشيو بيقول لهم يلا بسرعة لازم اللي احنا نوقف كل الطوب ده مع بعض. فزيان بيقول هو انت غبي؟ انت عايز ان انت تعمل ايه مع عدد الطوب الكبير جدا ده والصخور عملاقة؟ يا عم انت اللي غبي، اسمع كلام شوية وانت ساكت، ده عمك وعم عيالك، مفيش وقت للشرح وكله بسرعة يركز هجوم على الصخور دي. عايزنا يعني ازاي نركز هجومنا على اسفل؟ مفيش وقت للشرح وكله بسرعة يهاجم. فكلهم على طول بيهاجموا على الصخرة، وشاو بينط في الهواء، وعلى طول شاو بيطلع التنين الأزرق بتاعه، ومن قوة الضغط اللي شاو فيه هدومه بتتقطع، والتنين بيقدر اللي هو يبعد الطوبة عنهم وكمان يوقع اللي كانوا بيوقعوا الطوب. والشاو بيقع على الأرض وكله بيجري عليه علشان يطمن عليه، وبيكون باين عليه اللي هو تعبان أوي، بيقول في نفسه أنا فعلا ممكن دلوقتي اللي أنا أعيش بالاعتماد على قوة جسمي الذهبي. وبنشوف أخيرا اللي كانوا بيعملوا كده، ولا مش فرقة زيون، بيكون في واحد اسمه زهاو وبيقول فعلا الشائعات صحيحة، شاو قوي جدا، اكيد جون لها حق اللي هي تنجذب لك. فالشاو على طول بيطلع ازازة وبياخد منها حبيتين، وبيقول الحبوب دي هتقدر اللي هي ترجع من طاقتي بسرعة جدا، وطاقته بتبدأ اللي هي ترجع له. ودي بيقولوا بقى مين كان السبب في كل ده علشان اقتله واخلص. وزيون بيقول انت بقى السبب اللي كنت عمال بترمي علينا كل الطوب ده علشان تقتلنا. فبيجي لهم واحد عامل زي خلة السنان وبيقول له انت مالك متعصب كده ليه؟ احنا بس كان هدفنا الشاو وانت بالغلط جيت معاه علشان انت تابع ليه، يعني انت عشان بس عندك امر بالقتل ممكن ان انت تقتل حد ما ذنبش في اي حاجه فتقتل اي حد معاه؟ انت فعلا متخلف جدا. وحاولت كمان اللي انت تقتلني معاه، انت ما تعرفش اللي انا عيلتي استحاله اللي هي تسكت على الموضوع ده؟ ايوه ما هي اكيد مش هتسكت علشان هي اصلا مش هتعرف. وكلهم بينطوا وبيهجموا عليهم، فكلهم على طول بيستعدوا، انما الشاو بيحط ايده على كتف زيون وبيقول له استنى انا عايز اللي انا اقول لك على حاجه، سيب لنا احنا الاربعه اللي كانوا موجودين على الارض وساعتها هيفضل واحد، ده انا عاوزك اللي انت تهتم بيه لوحدك. هتقدر؟ يعني انت مش عايزني اللي اساعدكم في البيع وعايزني بس اهتم بالواحد ده لوحدي؟ ايوه بالظبط، خلاص تمام اعتمد عليا. وخلة السنان بيقول يلا بسرعه اقتلوهم. وشيو بيقول لزيون هتقدر اللي انت تعمله يا صغير ما تخافش. وزيون بيقول له سيب الموضوع ده عليا واعتمد عليا، انا هقدر اللي انا امحيه من على وش الارض وهبهرك بيا. وزيون على طول بينط وبيهاجم على خلة السنان، وشيو بيقول له اوعى اللي انت تخيب املي، احنا الفريق الاول والاقوى. وزيون بيهاجم وبيقول ده وقت بقى ان احنا نهاجم ونخلص حساباتنا. وللاسف للاسف للاسف دي بتكون نهاية حكاية شياو. بس اطمنوا لسه في فصول موجودة انما لسه ما اترجمتش، وانا هفضل متابعها واول ما تترجم هلخصها لكم على طول. ودي للاسف كانت نهايه الفيديو بتاعنا، فما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم الفيديو الجديد اول ما ينزل، اللي هو هيكون بكره ان شاء الله طبعا، وتدعمونا باحلى لايك وكومنت محفز عشان تساعدونا في اللي احنا نكمل تنزيل. وصلوا على النبي، وكان معاكم ميدو احمد، سلام.